طبعا مباراة كانت مفاجئة ونتيجة كانت مفاجئة في هذا اللقاء، فوز منتخب ناميبيا على منتخب تونس في المجموعة الخامسة الجولة الأولى. وطبعا هذه المباراة وهذه النتيجة طبعا ستؤثر على المنتخب التونسي في قادم المباراة، لكن إن شاء الله قادر المنتخب التونسي على العودة. أذكر طبعا بالهدف وأعيد إلى طبعا النقاط أو أعود إلى النقاط الفنية للمباراة مع سامي الطرابلسي وحاتم الطرابلسي. هارد لك للثنائي كابتن سامي، يعني خسارة مفاجئة وأداء لم يكن مقنعا بصراحة طوال شوطي المباراة من المنتخب التونسي، ولا دفاعا ولا هجوما. من يتحمل هذه الخسارة، اللاعبون أم جلال القدر؟ أكيد راهو في الحالات الكل دائما المدرب هو اللي يتحمل المسؤولية في كل الوضعيات وفي كل الحالات. أنا حسب رأيي ضيعنا الشوط الأول، معناتها الكاستينج نتاع اللاعبين اللي لعبوا في الشوط الأول كان ثم بعض المراكز بعض الموجودين. طب كابتن، هذا الترتيب الان قبل مباراه مالي. تونس طبعا في القاع، طبعا ناميبيا اول، مالي جنوب افريقيا، مباراه بعد قليل مالي الميدان كان ثم خلل كبير. ردة الفعل كانت إيجابية، معناتها سوء تصرف نتاع الشوط الأول فادت المنتخب الناميبي واعطته أكثر ثقة في نفسه، حررته حتى على المستوى التكتيكي. احنا حكينا هما بداوا بخمسة ومن بعدين لما حسوا اللي كانوا بإمكانهم باش يلعبوا بأربعة ولاو يلعبوا بأربعة وتحكموا أكثر في مجريات الشوط الأول. في الشوط الثاني في الأوقات اللي كنا احنا فيها أفضل وثم بصيص من الامل معناتها باش نسجلوا اجوال ولا باش ثم باش خلقنا فرص كنا نجموا نسجلوا في بعض الاوقات، لكن زاد ثم فترات اللي يلزمك زاد تستعمل الاسلحه نتاعك. معناتها انا بالنسبه لي معناتها حتى على مستوى التغييرات اخرت كثير. 70 أو 75 دقيقة من المفروض دخل سليتي، من المفروض دخلوا ثم لاعبين كانوا ينجموا يكونوا موجودين في الملعب ينجموا يعملوا الفرق. وشفنا احنا دخول العيدوني أعطاه أكثر استقرار، أعطاه حلول، صرح أكثر علي معلول في الناحية الهجومية. في المقابل معناتها قعدنا كل مرة معناتها هز العاشوري من الجهة اليمين رجعوا الجهة اليسار ومن الجهة اليسار رجعوا. طيب أنت مدرب كابتن سامي ولك تاريخ كبير في التدريب، ما دليل هذه النقطة، عدم استقرار المدرب حتى بداية المباراة على مراكز اللاعبين؟ ما تفسير هذه النقطة؟ هو من المفروض مشى بحل، معناتها بحل باش يكون هو في اختيار صعب، معناتها يا يخلي يوسف على الدكة يا يخلي يوسف بلاي ميكر، يخلي يوسف مركز ثاني. العاشوري انت كيف باش تلعبوا على الجهة اليمنى من المفروض تخليه على الدكة أفضل. يا تلعب العاشوري في اللاعب هذا في مركزه الرئيسي في المباريات اللي لعبها الكل كان موجود على الرواق وعمل الفارق وعطاه، وحتى في الاوقات في الشوط الثاني معناتها كان افضل على الرواق الثاني. وقت احنا سيطرنا وبدينا نسيطروا زاد دخل الطيف ومشى العاشوري على الجهه اليمين من على مستوى الهجوم. الحاجه الثانيه زاد كيف معناتها وقت تخلي يوسف شويه وراء راس الحربه ممكن تسرحت شويه الامور ولينا نلعبوا اكثر نستعوضوا اكثر. من بعد رجعنا يوسف على الجهه اليمنى، معناتها حسب رايي كانت ثم خلطه ما عرفناش معناتها نتصرفوا وقت احنا مسيطرين على المباراه في الشوط الثاني. اكيد من بعد معناتها زاد اللوم على اللاعبين. انت اليوم مشى علي معلول في الجول مشى ضغط على اللاعب اللي عمل الكروس، ولا واحد لا الحارس تكلم لا المدافعين تكلموا لا واحد تلها اللي كونه ثم لاعب في ظهرهم. العرب في كوت ديفوار المحاربون لرد الاعتبار. انت تلعب معناتها عندك قديش من سنه تلعب في المنتخب ولاعب عندك اسم وقيمه على مستوى خط الظهر مرياح ولا طالبي ولا واحد تفطن اللي كونه ثم لاعب في ظهرهم. معناتها الناس كل مركزين على الكوره نساو اللاعب كان حر طريقته. نعاودوا نشوفوه الجول علي معلول مشى يضغط، هي كوره ثابته مشى يضغط على اللاعب اللي يعمل الكروس، اللاعب اللي في الجهه نتاعو كان فري كان حر. هذا يظل اللي كونه ما ثماش معناتها ما ثماش واحد لاعب قيادي على مستوى خط الظهر اللي يعرف يوقف المدافعين. كابتن قيادي وموجود اسماء يعني مثل مرياح وطالبي لاعيبه اصحاب خبرات كبيره، من المفروض تتحمل المسؤوليه. من فيهم اسماء عندهم خبرات كبيره مع الانديه وعندهم خبرات كبيره مع المنتخب. وجلال القدر ما يميزه انه في 24 مباراه، هذا السؤال بقى سأطرحه على حاتم الطرابلسي، في 24 مباراه 17 مباراه كلين شيت. ماذا حدث في مباراه اليوم؟
من البدايه يا كابتن يعني يكمل كلام كابتن سامي. من البدايه الخلل الدفاعي واضح على المنتخب التونسي، الهجمات المرتده تؤثر وتظهر خطوره منتخب ناميبيا، ولولا التسرع ولولا تالق الحارس بن سعيد لكانت منتخب ناميبيا متقدمه في الشوط الاول. فماذا حدث لهذا بسبب هذا او ما هو سبب الخلل الدفاعي في منتخب تونس كابتن؟ فأولا لابد أن نمنح منتخب ناميبيا كان يستحق الانتصار، كان أفضل المنتخب التونسي. الشوط الثاني يمكن تحسننا قليلا، لكن في الإجمال أن ناميبيا كان أفضل وكان يستحق الانتصار. أنا أبقى حق المنتخب الذي كان أفضل. اليوم تحذير واضح أنه تحذير مباراة، لأن المنتخب الناميبي على الورق هو أقل منتخب. تمام. فبمعنى تحضير للمباراة أنه لذلك غير على المستوى التركيبة وسط ميدان ولم يبدأ بالعيدوني، ولا أعلم من أقنع المدرب بأن العيدوني والصخيري لا يستطيعون اللعب معه، بما أنه العيدوني يلعب في البوندسليغا وكان يلعب معنا في الفرنش فاروس، أنه غير قادر، أنه ليس هجوميا أنه أقل، وبدأ بالرمضان وبدأ بن سليمان. هذا أولا. تغيير التركيبة أنه كابتن هو بيلعب فريق متواضع.